المشكلة مش ان المجتمع عنده معايير. المشكلة اللي بجد ان احنا ما وقفناش للحظة مع نفسنا وفكرنا مين اللي حط المعايير دي، او هل هي فعلا تستاهل ان احنا نخليها تحدد حياتنا ولا لا. يعني الفكرة بقت لمجرد انها فكرة منتشرة وسائدة في المجتمع، بقينا كلنا زي بعض، بنطبقها في حياتنا وبنخليها كده يا جماعة مسلمة، لازم كلنا نمشي عليها. اهلا وسهلا بيكم في بودكاست فاصلة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فكرة من الافكار الغلط المنتشرة في المجتمع، وهي فكرة النجاح المشروط. على مدار الحلقة ان شاء الله هنعرف يعني ايه النجاح المشروط ده بالظبط، هنعرف معنى الفكرة دي بالظبط، وكمان هنعرف ايه اثر الفكرة ديت علينا وازاي، وفي النهاية هنعرف ازاي ان احنا نحمي نفسنا من الفكرة الغلط ديت وانها ما تأثرش علينا. في البداية كده يا جماعة، عايزة أقول لكم إن النجاح المشروط ديت فكرة أو مشكلة، آه، مشكلة بنعاني منها كلنا، وللأسف إحنا مش حاسين يعني مش حاسين إن دي مشكلة. يعني إحنا عايشين كده معاها ومتعايشين وبنحسب إن دي هي الحقيقة، هي دي الأمر الواقع. يعني شوفوا لغاية إيه إحنا مش شايفين إن دي أصلا مشكلة، دي بحد ذاتها أصلا مشكلة. فالوقتي خلينا بقى في النجاح المشروط في موضوعنا اللي هو، طب ايه هي يعني ايه نجاح مشروط؟ انا عايزه افهم بقى. النجاح المشروط يا جماعه يعني ان المجتمع قالك كده ان في شروط معينه لازم تحققها، وفي مناصب ومراتب لازم ان انت توصل لها عشان ان انت تدخل في تصنيف الناجحين، او يتقال عليك ان انت ناجح، او ان انت تفخر بنفسك، او ان انت تستاهل ان انت تكون سعيد باللي انت عملته. غير كده ما ينفعش. غير كده لا، ملكاش عندنا تصنيف. انت لا، ملكاش حق تفخر بنفسك، ملكاش حق تفرح على اي حاجة انت عملتها طالما انت ما حققتش الحاجات دي، ما وصلتش لمكان معين، ما حققتش شروط معينة، مرتبك ما كانش في ليميت معين. لا، دي هي بقى، دي هي الفكرة النجاح المشروط. واحنا كلنا الايام دي، كلنا بقينا الايام دي قاسيين مع نفسنا قوي وبنطبق الفكرة دي بقساوة جدا. يعني خلينا بقى مثلا اديكم مثال. هو مثال يعني شغال اليومين دول، وهو تالتة ثانوي. بيتهيألي ده اقرب مثال لينا كلنا، وكلنا عارفين المثال ده وكلنا مرينا فيه برضو. فهو مثلا تيجي مثلا واحد تقول له عملت ايه وكده، يقول جبت مثلا كذا، مثلا 80 75 90 ايا كان بقى. ممكن الشخص ده ما يبقاش فرحان، لا قدر الله مثلا ما جابش اللي هو كان عايزه، مثلا قوله مثلا جاب 80%، وهو مثلا كان عايز يدخل طب. آم، هو ليه حق، عشان نبقى متفقين، هو ليه حق ان هو يكون زعلان ان هو ما وصلش للي هو كان عايزه، ليه حق ان هو يزعل، بس ملوش حق ان هو ما يفرحش باللي هو عمله، كل الطريق اللي هو مشى ده. يعني انت ما ازعل، لكن ما تخليش الزعل ينسيك ال- الحاجة العظيمة اللي انت عملتها طول الطريق ده. انت مشيت كل الطريق ده، يعني ده بحد ذاته نجاح. يعني هو الطريق متقسم عندنا لنجاحين: نجاح في ايدك، ده هو كل الطريق اللي انت بتمشيه واللي انت بتبقى انت بتسعى فيه وبتطور نفسك فيه، وبتفضل تقابل عقوبات وان انت بتواجهها وكده. ده هو الطريق اللي في ايدك. الطريق اللي في الاخر بقى اللي هو النتيجة. النتيجة ديت نجاح، بس النجاح ده مش في ايدك. يعني ده قضاء وقدر. مش شرط عشان كل واحد ذاكر ويعني وعمل اقصى ما فيه ان هو يجيب اللي هو عايزه. مش شرط انت سعيت عشان توصل لمنصب معين او لمرتب معين، او ان انت تت تترقى في شغلانه ان انت توصل. مش شرط ابدا، ممكن او ممكن لا. فالنتيجه دي مش مضمونه.
فديت بتبقى ايه، نعمة كده من عند ربنا، يعني قضاء من عند ربنا. احنا اللي مفروض علينا ان احنا نرضى بالقضاء مهما كان. فيبقى ديت نجاح وده نجاح. يبقى النجاح اللي في ايدك اللي مفروض تفرح عليه هو نجاح ان انت مشيت الطريق ده كله. مفروض ان انت تفخر بنفسك طالما مشيت. والفيديو ده النهارده يا جماعه للناس بس اللي بتعمل اللي عليها. يعني انت لو مش بتعمل اللي عليك او بتحب نتائج الجاهزه بس على طول، يبقى مش ليك بصراحه. فخلينا نرجع لموضوعنا بقى. وعايزه اقول لكم ان انت دلوقتي حزنك على النتيجه ونسيانك ان كل الطريق اللي انت مشيته ده ديت يعني مشكله كبيره قوي. ده يدل ان انت النجاح بالنسبه لك ما هو الا نتيجه، ودي غلطه. ديت فكره غلط تماما تماما تماما. لما النجاح يبقى في عقلك او من منظورك ما هو الا نتيجه، ديت بصراحه يعني ايه، مشكله صعبه قوي قوي. وللاسف دي هي مشكله النجاح المشروط المنتشره، واللي احنا كلنا بلا استثناء بقينا خلاص دي هي النجاح بالنسبه لنا، هي الفكره دي. فانت ليه نسيت؟ ليه تنسى كل مجهودك، كل معاناتك، كل تخطيك للصعب، سعيك وبالنسبة لك ان انت لو ما وصلتش يبقى انت كده لا صح، شخص مش ناجح، ما تستحقش ان انت تفرح. لو مثلا ما جبتش الكلية اللي انت عايزها، خلاص تعمل ميتم في البيت وتعكنن على نفسك وتزعل وبتاع؟ لا، انت ازعل بس بالزعل ما ينسكش اللي انت عملته برضو. وازعل الزعل ليه حدود، ما تخليش الزعل ان هو ينسيك ان انت تفرح. يبقى كده حياتنا كلنا مش هنفرح يا جماعة والله. لو كلنا قعدنا بقى نفرح بس على النتائج كلنا مش هنفرح، عشان دي حاجة مش مضمونة، مش في ايدينا. زعلت على شغلانة ضاعت من ايديك او انت ما لحقتهاش، سعيت للشغلانة دي، اجتهدت عشان توصل لها، ما وصلت لهاش في الاخر، خلاص قدر الله ما شاء فعل. خلاص قدر الله ما شاء فعل. كن فخور بنفسك بس ان انت عملت اللي عليك، خلاص انقل بقى على اللي بعده، دور بقى على حاجة تانية. لكن ما توقفش. حياة الشخص مش بتقف على طريق، مش بتقف على مسار معين محدد، لا. حياتنا ما هي إلا تجارب. التجربة اللي تنجح يعني بصوا ما هي إلا تجارب، ولازم كل تجربة تأدي فيها أحسن أداء. ملكاش دعوة بقى هي نجحت ولا ما نجحتش، هي أدائك فيها ده هو بحد ذاته نجاح، هو بحد ذاته اللي انت تبقى ده هدفك. يعني المفروض يبقى هدفنا كلنا يا جماعة عشان نتخلص من الفكرة دي ان احنا نوصل، ان احنا نحقق اللي علينا، نجتهد، نسعى، نطور من نفسنا، نتحدى اي عقبة تقف في طريقنا. لكن ما يبقاش هدفك كله في الحياة ان انت توصل، ان النتيجة، المنصب، المرتب، ديت حاجات طبعا جميلة وكل حاجة. انا ما قلتش انها مش حاجة جميلة او حاجة مش مهمة، لا دي مهمة برضو. بس ده مش مفروض هو ده يبقى هدفك مفروض ان انت تطور من نفسك، تسعى. السعي النتيجة ديت بقى نعمة وهدية من ربنا ليك. في النهاية كده يا جماعة عايزة اقولك ان انت بجد استمتعوا بحياتكم، افرحوا، قدروا نفسكم، يعني ارحموا نفسكم، كونوا رحماء شوية مع نفسكم. يعني قدر نفسك، تمام يا جماعة؟ ما تبقى صعب كده مع نفسك. وطالما عملت اللي عليك يبقى كن فخور باللي انت عملته، بس كده. وما تشيلش نفسك هموم مش همومك، هموم انت ملكش ايد ودخل فيها ابدا. وعايزين نتحرر بجد كلنا من سجن المعايير الخطأ اللي المجتمع حطها لنا ده. عايزين بجد نطلع من الفكرة الغلط ديت، نطلع نعيش حياتنا كلنا ونفرح، نشوف العالم من منظور وشكل تاني.
بعيد بقى عن منظور اللي مقيدنا ده. قاعدين احنا في سجن مظلم والله يا جماعة، ومضيعين على نفسنا فرص كتير قوي، فرص ان انت تستمتع. شوف انت دلوقتي، اقعد معايا اهو، فكر اخر حاجة انت عملتها ايه، وانت فعلا يعني سعيت فيها، و... و يعني تغلبت فيها على نقاط ضعف، او واجهت فيها صعوبات، ومشيت برضو، كملت وعديت. واحتفل بنفسك، افرح، اقف كده، ويعني افتخر وحس بالفخر باللي انت عملته، وافرح كده وفرح نفسك بجد. ده هو فعلا الانجاز الحقيقي. وبس كده يا جماعة، دي كان كل حلقتنا النهاردة ان شاء الله. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبجد اتمنى ان انتوا تستفيدوا من كل كلمة في الفيديو، وتطبقوا كل نصيحة فيه، عشان فعلا انتوا لو طبقتوا النصيحة دي هتغير حياتكم بدرجة كبيرة قوي. وفي النهاية ما تنساش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. ولو عندكم اي افكار او اي مشاكل عايزين نتكلم عنها، اكتبوها لي تحت في الكومنت. مع السلامة.